لو بدأت متأخر وبيجي لك صوت في دماغك بيقول لك انت ضيعت السنة، انت اكيد ربنا مش هيسويك باللي بدأ من اول السنة، انت حتى لو بدأت مش هتلحق. فالفيديو ده ليك. في الفيديو ده هديك حل عملي ونفسي وديني كمان، يعني بإذن الله هتخرج من الفيديو دوت هنسيف لك الافكار دي، هعمل لك سوفت وير بمعنى صح. بص خليني اقول لك حاجة، اولا ربنا مش بيحاسبك انت بدأت امتى، ربنا بيحاسبك على صدقك واصرارك وسعيك. فخلينا متفقين على الحته ديت، لان ديت هتشيل لك فكره صعبه جدا كانت عندي والله. فكره صعبه جدا اللي هي فكره ان ربنا مش هيساويني باللي بدأ من اول السنه ومش عارف ايه. فالجمله ديت او الحته دي هتشيل لك الفكره دي خالص. فنمسك بقى المشكله نفسها. الجزء الاول من المشكله دي، التوتر مش جاي من المذاكره، التوتر جاي من المقارنه. اقول لك على حاجه كمان، انت مش قلقان من المنهج. انت اول ما تبدا تمشي صح الشيطان بيلعب على نقطه قد كده بس بتشقلب الدنيا، واللي هي احساسك ان انت بدأت متأخر. بيفضل يقنعك ان انت خلاص ملوش لازمه ان انت تكمل، اللي هو يعني هي كده كده خربانه. وحرفيا لو سلمت له دماغك مش هخليك تفتح كتاب حرفيا، مهما سمعت بقى ومهما عملت، لان شعور الاحباط ده والله يا جماعه شعور ربنا ما يكتبه على حد. طب خلينا نخش على حلول عمليه ونفسيه. اول حاجه انت هتمشي بقاعده اسمها قاعده ال 24 ساعه، واللي هي اللي انت متركزي في السنه انت بتهتم بال 24 ساعه، انت عليك ايه في ال 24 ساعه وهتعمل ايه في ال 24 ساعه الجايين. تاني حاجه امسح اي حاجه تخليك تقارن نفسك باي حد، سوشيال ميديا اي حاجه. لان في والله نوع من الطلبه اللي هم لو ذاكر باب ينزله، لو عمل ينزله، لو خلص ينزله، فتلاقي ناس بتقول لك ده انا خلصت، تلاقي ناس بتقول لك ده مش عارف ايه، ده انا عملت ايه، ده عملت ايه. بص انا عايزك تنقطع عن العالم، مالكش دعوه باي حد، خليك في نفسك. انا عايزك تقارن نفسك بنفسك انت، يعني انت ما تقارنش نفسك بحد. عايزك تقارن نفسك بنفسك وبالنسخه بتاعت امبارح. وخلينا افكرك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. طب ايه المعنى؟ المعنى اي مجهود بصدق وفي اصرار، ربنا مش بيبص مين بدأ امتى، ربنا بيبص على اللي كمل وصبر فعلا. وفي حديث حلو قوي مشهور جدا عن التوبه، ان ربنا بيفرح بتوبه العبد. يعني هو البدايه متاخر مش عيب، الاستسلام هو اللي عيب. ما تخليش الشيطان يسرق منك البداية التانية، يمكن ربنا أخرك عشان لما تقوم صح. أنا عامل فيديو كويس عن قصتي بحكي فيه تجربتي الشخصية وإزاي بدأت متأخر ودخلت كلية صيدلة، ممكن تسمعه وده حرفيا هيطمنك. أنا عن نفسي التوتر الزيادة اللي كان عندي ما كانش بيروح غير لما أسمع تجربة حد أو أشوف حد بدأ متأخر ودخل كلية كويسة. بحس إن هو عملها فأنا ليه ما أعملهاش. وفي نهاية الفيديو يا رب أكون قدرت أفيد 1% من اللي اتفرج على الفيديو. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، واشترك في القناة بقى عشان ننزلك فيديوهات حلوة كتير.